أيها الحضور الأكارم مع حفظ الألقاب والمسميات، ونحن نحيي الحفل السنوي لتكريم طلبتنا المتفوقين ممن حصلوا على الإعفاء العام للسنة الدراسية 2024-2025 في مدارس أبناء السلام الأهلية. ها هو تاج العلم قد توجت به وقد نلت ما ترجوه من تعب الليالي. أنجزت وعدك للمعالي بالوفاء، والصبر مفتاح به الأسرار. من بعد طول تدارس وتصبر قد حان وقت الحصاد وأينعت أثمار. أهلا وسهلا ومرحبا في هذا اليوم البهي الذي نكرم فيه كوكبة من أبنائنا الطلاب الذين استحقوا بكل فخر واعتزاز الإعفاء العام، وذلك نتيجة لتميزهم وتفوقهم خلال العام الدراسي. إنه يوم الحصاد المبارك. نبتدي على بركة الله بآيات الله البينات التي تشرح بها الصدور وتستنير بها السرائر. أرسل فبيتك هذا الصوت أنوارا، وابعث إلينا به نبعا وأنهارا. كون سحبا في الأفق مفعمة تهدي إلى النفس الحدباء أمطارا. حلق بنا في تلاوات مرتلة ترتقي بأنفسنا حبا وإيثارا. على بركة الله تعالى نبتدي هذا الحفل المبارك بآيات الله البينات بصوت القارئ الأستاذ عبد الحميد الشراد. يتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. والثناء محمول مقدمان بين يدي الأستاذ عبد الحميد الشراد، وجزاه الله خير الجزاء. وطني من لي بغيرك عشقا فأعشقه، ولمن أتغنى ومن لي بغيرك شوقا وأشتاق له. وطني ذلك الحب الذي لا يتوقف، وذلك العطاء الذي لا ينضب. وطني أرجو العذر إن خالتني حروفي، وأرجو العفو إن أنقصت قدرا مما أنا إلا عاشق حاول أن يتغنى بحبي هذا الوطن. يقوم الوطن لينحني إجلالا وإكبارا لأرواح أبطاله الشهداء السعداء، وتغيب الشمس خجلا من تلك الشموس. أهدي سلاما طأطأت حروفه رؤوسا خجلة، وتحية تملأها المحبة والافتخار بكل شهيد قدم روحه ليحيى الوطن. نقف وقفة إجلال وإكبار لقراءة سورة المباركة الفاتحة، يتبعها النشيد الوطني العراقي على أرواح شهدائنا السعداء الأبرار.
النجاح قصة لا تنتهي، وها نحن نستكمل فصولها مع فقرة جديدة من فقرات حفلنا المبارك. كلمة هذا الاحتفال البهي البهيج يلقيها متفضلا إدارة مدارس أبناء السلام الأهلية متمثلة بالأستاذ الفاضل مؤيد المياحي. يتفضل مشكورا. حفظ الألقاب والمسميات. إخواني أخواتي أولياء الأمور الأفاضل، أبنائي الطلبة المتفوقين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي به تتم الصالحات وبفضله تتوالى النجاحات، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. نلتقي اليوم في هذا الحفل البهيج لنكرم نخبة من أبنائنا الطلبة الذين أثبتوا بجدهم واجتهادهم أنهم يستحقون كل تقدير وتكريم، طلبة الإعفاء العام الذين لم تكن مسيرتهم الدراسية مجرد عبور عابر، بل كانت اجتهادا مستمرا وإصرارا على التمييز رغم التحديات والظروف. نحتفل اليوم لأنكم زرعتم الأمل وسقيتموه بالجد، فحان وقت الحصاد. أنتم فخر لنا ونموذجا نحتذى به، فهنيئا لكم هذا الإنجاز، وهنيئا لعوائلكم ولمدرسيكم ولمؤسستكم التربوية. فليكن هذا الحفل تتويجا لما مضى ودافعا لما هو آت نحو مستقبل مشرق يحمل آمالكم وطموحاتكم، ونقطة انطلاقا نحو الأفضل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن النجاح قصة لا تنتهي، وها نحن نستكمل فصولها إذ نتكرم من كان له الدور الأكبر في هذا النجاح، ألا وهم المدرسين الأفاضل. أنجزت وعدك للمعالي بالوفا، والصبر مفتاح به الأسرار. من بعد طول جهد وتصبر حان الحصاد وأينعت أثماري. سنبتدئ بالتكريم حسب الاختصاصات، وكما هو متبع دينك ثم لغتك. مع التربية أستاذ التربية الإسلامية من غرس القيم والأخلاق، وتعلمنا جوهر الدين برحابة صدر. أدعو إلى المنصة الأستاذ عبد الحميد مجيد الشراب متمثلة بالأستاذ مؤيد المياحي، محيون بالتصفيق الحار. شكرا لمن غرس حب لغتنا الجميلة في عقول وقلوب الطلاب، وبذل جهده في بناء أجيال تتذوق البيان. أدعو إلى المنصة أستاذ اللغة العربية الأستاذ رضا رعد هامد، وكذلك الأستاذ أحمد نصر عبد الهادي. تقديرا لمن وسع آفاقنا وغرس تواصلنا مع العالم من خلال اللغة، أستاذة اللغة الإنجليزية الست ياسمين غازي فيصل، وكذلك الأستاذ أحمد هاشم هلال. أستاذ اللغة الإنجليزية الفاضل الأستاذ أحمد هاشم هلال. تقديرا لمن علمنا أن وراء كل مسألة حلا، وأن التفكير المنطقي أساس كل تقدم، أستاذ الرياضيات الأستاذ سليم بدر. يتفضل مشكورا.
شكرا لمن فتح أمامنا خرائط العالم وعلمنا فهم الطبيعة والبشر. شكرا لمن أعاد لنا الماضي ليعلمنا كيف نصنع المستقبل. أستاذ الاجتماعيات الأستاذ كرام عبد الله حسن يتفضل مشكورا. شكرا لجهود من جعلنا نرى عظمة الخالق في تفاصيل الحياة الدقيقة. أستاذة الأحياء الست دعاء عواد موسى تتفضل مشكورا. كل تقديري لمن جعل التفاعلات أكثر من مجرد معادلات، بل شغف بالتحليل والتفسير. أستاذ الكيمياء الأستاذ مرتضى علي رومي يتفضل مشكورا. ما شاء الله. الشكر والثناء لمن جعل من الرياضة أسلوبا للحياة وغرس فينا روح التحدي والانضباط، فالرياضة حب وطاعة واحترام. أستاذنا الفاضل الحبيب المبدع الأستاذ ماجد مؤيد المياحي يتفضل مشكورا. إلى مهندسة النظافة سيدة العطاء الصامت، إلى مهندسة النظافة سيدة العطاء الصامت والعمل النبيل حين يعبر الجميع. تبقين أنت من يبدأ يومه قبلهم ويغادر بعدهم. لم تكن يداك يوما تحمل المكنسة فقط، بل كانت تحمل رسالة عظيمة، رسالة الكرامة والمسؤولية والشرف في أداء العمل. أنت لست مجرد عاملة، بل أنت مهندسة الجمال في تفاصيل المكان. تزرعين الراحة في الزوايا وتنسجين الطمأنينة من حولنا بنظافة تبعث على الأمان. لك في القلب تقدير وفي الوجدان احترام، ولك في دعائنا نصيب دائم. جزاك الله خيرا وأعلى قدرك في الدنيا والآخرة السيدة أحلام كاظم. المدرسة، إلى من يقف خلف الأرقام ليصنع الاستقرار بهدوءه ودقته وأمانته. كنت صمام الأمان الذي لا يراه الكثير، لكنه حاضر في كل خطوة. تحمل المسؤولية بثبات وتضبط الموازين بعدل وتنجز الأعمال بحكمة وصبر. فأنت لست مجرد محاسب، بل أنت حافظ الأمانة ومصدر الثقة وركن من أركان نجاح المؤسسة. شكرا لك على كل لحظة اجتهدت فيها وعلى كل تعب لم يضمر للعلن، لكنه أثمر نظاما وسيرا منظما. دمت قدوة في الالتزام وعنوانا للمسؤولية. الأستاذ ماجد لفت. دارسي أبناء السلام الأهلية، أبتدئ ممن حصل على معدل 94.5 وكان الأول على الصف الأول المتوسط الطالب علي حسن علي عزيز. مع الصف الأول المتوسط مع الطالب الذي أحرز على معدل 87.4 وكان الثاني على الصف الطالب علي وليد سكر عبد السابق. مع الطالب الذي أحرز على معدل 86 وكان الثالث على الصف الأول المتوسط الطالب علي خليل محسن.
الطالب الذي أحرز على معدل 85 في الصف الأول المتوسط، الطالب علي لطيف سريع حداد. الطالب الذي أحرز على معدل 91.2 الطالب المنتظر وليد خالد. الطالب الذي أحرز على معدل 93.9 الطالب إبراهيم قيس سلمان. الطالب الذي أحرز على معدل 88.9 الطالب علي حسين بلاسي. الطالب الذي أحرز على معدل 94.4 الطالب عبد الرزاق أثير. الطالب الذي أحرز على معدل 86.8 الطالب نور الله علي بهجة. العلمي مع الطالب الأول على الصف الذي حصل على معدل 96 الطالب أحمد إبراهيم عوض. الدنيا ولا فيها رواية وتحلى لو بها نحيا على معنى وغاية، وانا لغايتي فيها متى تحلى معانيك مستنيك. تحرر من قفص صدري وغرد بالتفاؤل، تكاسلنا خلاص اليوم يكفينا تكاسل، وخلي الناس تتبسم إذا سمعت أغانيك. مستنيك مستنيك على نار الأمل يا أنا من عمق ذاتي. مستنيك متى تطلع إلى الكون وتنور حياتي. مستنيك ولك مني الذي يا زين يرضيك يرضيك. مستنيك مستنيك